حقيقة يعني منظر مقزز جدا. لذلك كان من المفترض، وأنا أؤيد ما تفضل فيه الأخ جمال، بأن إدارة نادي كاظمة تعمل من مسبقا على تلافي مثل هذه الأحداث والأخطاء التي تتكرر في الآونة الأخيرة من فرق نعم. النادي. طيب يعني الكريم، شاهدنا أكثر من مشكلة يكون طرف فيها نادي كاظمة. طيب. ومع أكثر من نادي. طيب الظاهرة تفشت الآن كما ذكرنا في الكرة الكويتية خلال يعني الفترة الماضية، وأصبحت يعني كثير من المباريات تشهد مثل هذه الأحداث بعد نهايتها الآن. إلى ماذا نعز الأسباب الآن؟ يعني ماذا يحدث للاعبين؟ هل هناك عدم تحضير نفسي للاعبين؟ هل هناك عملية شحن نفسي زائدة للاعبين كما ذكر الأستاذ جمال وكما تفضلت كذلك في بداية الحديث؟ إذن هناك خلل واضح جدا الآن في منظومة يعني الكرة الكويتية في هذا الإطار في الجانب النفسي لتحضير اللاعبين. اسلام، ببساطه علينا ان نضع الرجل المناسب في المكان المناسب. جميل. خصوصا في الفرق السنيه اللي هي الفرق الصغيره، شباب 20 سنه و17 سنه، عليك ان تجد الاشخاص المناسبين لتولي مهمه الاشراف على هذه الفرق، حتى يعني يعرف كيف يوجههم، يهدئ من روعهم في بعض الأحيان. حتى عملية بث الحماس في اللاعبين يجب أن تكون مدروسة. لذلك على الأندية أن تتخلى عن طريقتها التقليدية في يعني تعيين مدراء الفرق، في تعيين المشرفين. أضف إلى هذا، يجب أن يكون هناك قرار حازم من اتحاد كرة القدم. أكيد. يعني مثلا لجنة الانضباط المطلوب منها الآن ليس انتظار الاجتماع القادم، عليها أن تعقد اجتماع طارئ لمناقشة مثل هذه الأحداث، كما يحدث في كل دوريات واتحادات العالم وفي على مستوى كل البطولات. عندما يحدث يعني حادث كبير لافت للنظر، يكون مثلا قضية رأي عام، تجد أن اللجان المختصة تعقد مباشرة اجتماعاتها واتخاذ قراراتها بشكل سريع وصارم. نعم. حتى تقطع دابر مثل هذه الأحداث مستقبلا. يجب أكيد. أن يكون هناك رادع للفرق كلاعبين، وأنا يعني لا أطالب بذبح اللاعبين، لكن يجب أن يكون هناك قرار نعم. ضدهم، وأيضا ضد إدارات الأندية. الآن الاتحاد يمكن مشى خطوة جيدة في وضع مخطط الإدارات ومسمياتها بالنسبة لفرق كرة القدم، لكن يجب أن يوضع أيضا شروط للأشخاص الذين يتولون هذه المناصب. طيب. ابقى معي أستاذ عبد الكريم، لأن أعود إلى ضيفي في الاستوديو السيد جمال القاسمي. سيد جمال، الآن يعني بحاجة إلى عقوبات رادعة، بحاجة إلى اتحاد كرة القدم أن يكون ردة فعل سريعة جدا ورادعة في ذات التوقيت، حتى لو وصلت إلى الشطب. يعني ربما ما شاهدناه من أحداث ربما تصل إلى هذا الحد. شوف، هذا الحدث إسلام أعتقد المنظومة بشكل عام متسببة فيه، وبالتالي يعني أي عقوبة تصدر في حق لاعبين من شطب وقرارات تعسفية أعتقد تلام عليها المؤسسة الكروية بشكل عام. لأنك أنت ما وفرت أبجديات الانضباط في البداية. وفر لي أبجديات الانضباط وبعدين حاسبني. انت في البدايه ما وفرت اي شيء. انت اي لاعب الحين لما تسال اي لاعب من اللاعبين المشاركين في الشغب هذا، بتلقاه متندم ومتاسف. صحيح. انه ارتكب هذه الحماقه، مما معناه ان ما كانت هناك صغار السن كذلك، ما كانت هناك اجراءات انضباطيه. انت في البدايه وفر لي الابجديات، وفر لي الانضباط، وفر لرجال الامن، وفر للامن، على اساس انه حتى من البيت يشعرون ان هناك بيئه امنه، حتى على اساس يعني يشجعوا لاعبينهم انهم ينضموا نعم. الى المجموعه هذه. ثاني شيء، الترسبات هذه لازم، الانعكاسات النفسيه لازم تتم عبر سنوات وعبر لوائح وقوانين. من غير المعقول انت قبل اسبوع او اسبوعين تكون في حاله شغب ولحد الحين انت ما قررت. صحيح. جاءت العقوبه، جاء الشغب الثاني، تراكمت الامور والاحداث، وبالتالي انت مساءل كاتحاد الكره. انا اتهم اتحاد الكره حاليا في هذه القضيه. اتحاد الكره مطلوب المساءله في اشياء كثيره وامور وجوانب كثيره تخص في البدايه، تخص البيئه اللي هو يقيم عليها مباريات كره القدم. اعتقد هناك خلل كبير اسلامي. الخلل الكبير ما يتجزأ، الخلل الكبير يعمم، والخلل الكبير ايضا يتمدد. نعم. طيب اعود الى مره اخرى لعبد الكريم الشمالي، الناقد الرياضي في الكويت. استاذ عبد الكريم، ماذا ننتظر الان في الايام المقبله من اتحاد كره القدم الان بالتحديد ومن كاظمه
في الطرف الثاني ربما الآن المتسبب كان لاعبي كاظمة في هذا الاعتداء على لاعبي العربي، ماذا ننتظر في الأيام المقبلة؟ يعني حتى لا نكون ايضا او نتهم بالانحياز، اعتقد بان حتى المشاهد نعم لاعبين كاظمه يعني قاموا بالاعتداء، لكن الصوره غير واضحه. هناك تبادل لهذه الاحداث. نعم. انا بس ارد على الاخ جمال. بس بشكل نعم. سريع استاذ عبد الكريم، هناك منظومه كامله، هناك منظومه كامله يجب ان تصلح، يجب، لكن مو معناته انه ما في رجال امن ان هذا يكون دافع للاعب ان يتمادى او لاداري الفريق ان يهيج اللاعبين. يعني نعم هناك خطأ، لكن ايضا هناك مسؤوليه على اداره الفريق، وهناك مسؤوليه شخصيه مهما كان سن اللاعب، ايضا هناك اخلاق يجب ان تتبع. اعتقد بان المطلوب الان من الاتحاد كما قلت سرعه اتخاذ القرار، وتكون هناك قرارات صارمة ورادعة ولا يتم التراجع عنها، بل أكيد. المتسبب مهما كان يعني هو شخصه يجب أن تتخذ بحقه العقوبة المناسبة. نعم. وأرجع وأقول لا نريد أن نذبح اللاعبين، لكن بالمشاهد اللي شاهدناها. نعم. هناك لاعبين حقيقة لا يستحقون أن يعودوا مرة أخرى إلى المستطيل الأخضر، لأنهم سيكونون يعني مثال سيء لزملائهم، وبالتالي يجب أن يردع شخص أو اثنان. أما بالنسبة لنادي كاظمة أعتقد بأنه سيسارع إلى اتخاذ قرار. هو أعلن بأنه سيجري تحقيق في هذا الموضوع لمعرفة المتسبب الحقيقي. ومن صالح النادي، حقيقة من صالح النادي في هذا الوقت أن يكون هو المبادر على الأقل لتحسين صورته وصورة فريقه. أكيد. سيد عبد الكريم نكتفي بهذا القدر معك عبد الكريم الشمالي الناقد الرياضي، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا من الكويت في برنامج الأحداث. وأشكر كذلك ضيفي في الاستوديو هنا السيد جمال القاسمي الناقد الرياضي، وأشكركم مشاهدينا الكرام على طيب وحسن المتابعة لبرنامج الحدث لهذا اليوم، وكل الشكر لكم على طيب المتابعة. تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.